وانا غادي كنشوف قدامي ما كاين لا دار لا حتى شي واحد غادي حدايا لا والو، ما كاينش الشارع مابقاش كيبان ليا، كيبان لي غير داك النور اللي قدامي. واحد اللقطه بكثرة الخلعه وليت غادي بحال كنجري، وانا ما حسيتش براسي بحال كنجري ولحمي يشوك، لانني حسيت بشي حاجه تابعني من اللور، وانا عرفت شنو كان تابعني وغادي كنجري، ولكني ما كانش عليا ندور. هذيك الدورة اللي درت يا ريتني وكاع ما درت. السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ هانيين؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى من جميع الاصدقاء والصديقات يكون كلشي بخير وعلى خير. اليوم حلقة جديدة، الحلقة اللي كنقدمو في القناة كيف العادة من قصص الرعب. هاد الحلقة غتكون شيقة كيف جميع الحلقات اللي دازو. المهم نخليكم مع الاحداث. من بعد المرات كتجينا شي عراض على غفلة وما كنكونوش عارفين شنو غنديرو. اليوم علاش بغيت نقول لكم هاد الحلقة اليوم هادشي اللي طرا فيها بحكم انني كنت خدام انا واحد الصديق ديالي. قربنا نساليو العمل في واحد النهار، طلبني بانه عرض عليا بمناسبة عيد الميلاد ديالو للدار نجي عنده، وعرضت على واحد 3 الاصدقاء ديالي كانوا معاه في العمل. المهم ضينا الوقت، سالينا الخدمة مع السبعة العشية، فيكسينا الوقت مع السبعة العشية باش نجي انا وشي اصدقاء ديالي. ولكن لسوء الحظ انا دوك الاصدقاء اللي غيجيو كل واحد فينا وفين ساكن، شي بعيد على شي. المهم عرض علينا الصديق ديالي بمناسبة عيد الميلاد ديالو. مشيت كنسرع باش نجيب واحد الكادو اللي كان كادو بسيط، المهم نعبرو ليه على الحب ديالنا، لانه صديق منذ الطفولة وقرينا مجموعين وتخرجنا مجموعين وخدمنا الحمد لله في نفس الشركة، غير الزواج اللي كان باقي متزوجناش. كان تعرف على واحد من الناس ساعة ما تفاهمش معاها، وكذلك حتى انا كنت تعرف على واحد من الناس ولكني متفاهمتش معاها. المهم ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. هاد القصة صرات معايا ولكني ما عرفتش منين نبدا لكم اخوتي، ما عرفتش ما نقدم ما عرفتش ما نوخر، لان هاد القصة شوية غريبة. كيف انا طرات ليا ولحد الساعة باقي ما نسيتهاش، مرات عليها مدة ديال عامين وباقي ما قديتش ننسى هاد القصة هادي. المهم ملي تفاهمنا سالينا داك النهار الخدمة وتفاهمنا باننا صافي نتلاقاو مع 9 الليل عنده في الدار ونحتفلو بداك عيد الميلاد ديالو. مشيت للدار كليت واحد شوية، دوشت غسلت حالتي، صافي مشيت خديت الكادو اللي من واحد المحل. صافي خديت الكادو، كان عبارة عليه واحد الهدية اللي بسيطة غنديها للصديق ديالي. المهم جينا هنا كان الاوضاع مستقرة. صافي اتصلت بالصديق ديالي، قلت ليه بلي راني جاي في الطريق، قال لي صافي راني كنتسنى فيك انت والاصدقاء الاخرين. المهم تميت جاي في الطريق بحال هكا، مع العلم ان كانت السيارة ديالي خاسرة في ديك الايامات سيمانة وانا حاطة عندي ميكانيك. المهم مشيت عند الصديق ديالي، استقبلنا مزيان، جاب الحلوى دارينا الماكلة داكشي اللي قد عليه. المهم دارو ورحب بينا انا والاصدقاء ديالي، ضحكنا ولعبنا وجبنا الذكريات ديال الطفولة، ولا واحد جبد المواقف اللي طرات ليه في الصغر وضحكنا بيناتنا ودوزنا ديك الليلة ناشطة ودازت الحمد لله مزيان. صافي جات هنايا 12 الليل،
قررنا على كل واحد فينا يمشي يرجع في حالته لدارو. المهم هنا غتبدل الاحداث، يعني ملي تبدل الاحداث وراه 12 الليل، وانا صافي سلمنا عليه، سلموا لي اصدقاء ديالي، كل واحد فينا مشى من طريق. بحكم اننا الغد اللي غنصبحو خدامين مبغيتش نبقى غادي في الطريق ونضيع الوقت بزاف، قلت نختصر من واحد الطريق، ولكني ما كانش عليا نختصر منها، لان داكشي اللي طرا ليا في هداك الطريق عمرني ما ننساه. هاد الطريق اختصرت منها، كانت طريق المقبرة. المهم تميت غادي من الطريق بحال هكا، غادي كندوي مع راسي كنفكر في المشاكل اللي عند كل واحد، كل الناس عندها مشاكل ديالها. المهم انا دخلت مع داك الطريق ديال المقبرة باش نختصر ونخرج في الدار ديريكت. وانا دخلت لديك المقبرة يا ريت كون كاع ما دخلت ليها، لان انا شفت الويل، شفت الويل اللي عمرني ما شفتو في حياتي. ملي دخلت لديك المقبرة المهم تميت غادي، فاش دخلت في الاول ما حسيت بوالو، بقيت غادي عادي عادي شاد طريقي، وتقريبا واحد 40 خطوة باش دخلت للمقبرة. الصراحة واحد اللقطة نشوف الظلمة قدامي، كاينة غير الظلمة، ولكن كيبان لي واحد النور قدامي بعيد عليا بواحد المسافة ديال كيلومتر بحال هكاك، كيبان لي داك النور بعيد عليا. المهم غادي باش نخرج نيشان في ديك الطريق، وانا غادي في هذيك الطريق تنحس براسي فحال شي واحد تابعني من اللور، حسيت بشي واحد تابعني من اللور، والاحساس ديالي ما خيبنيش. وانا غادي كنشوف قدامي ما كاين لا دار لا حتى شي واحد غادي حدايا لا والو، ما كاينش الشارع مابقاش كيبان ليا، كيبان لي غير داك النور اللي قدامي. واحد اللقطه بكثرة الخلعه وليت غادي بحال هكا نجري، وانا ما حسيتش براسي بحال هكا نجري ولحمي شوك، لانني حسيت بشي حاجه تابعني من اللور، وانا عرفت شنو كان تابعني وغادي كنجري، ولكني ما كانش عليا ندور. هذيك الدورة اللي درت يا ريتني وكاع ما درت. تخيلوا معايا خوتي وانا غادي بديك السرعة بالخلعة، فاش درت كنتفاجئ بدري صغير لابس فحال الفوقية كحلة والعينين ديالو بيضين. هذاك الدري الصغير تابعني من اللور، وانا ما عرفتش واش بغى عندي. مني هو تابعني انا ندمت علاش درت وشفت، عرفتي تخلعت وتلبست وحسيت براسي ماشي انا وانا، وبقيت كنسرع وهو كنحس بيه تيسرع من ورايا، مبقيتش درت قدامه قلبي ولا كيضرب، وغادي بواحد السرعة، غادي بواحد السرعة اللي ما تقدروش توقعوها. وانا غادي بحال هكا بكثرة ما انا غادي وخايف، رجليا بحالها مبقاوش قدو يهزوني، لاني خفت وما قديتش نزيد بزاف، لان داك كثرة الخوف بزاف كتخليك متبقاش تتحكم في راسك. انا ما تحكمتش في رجليا وبقيت غادي بواحد الجهاد غادي الا طحت، لاني فقدت التوازن ديالي بكثرة الخلعة. ومني انا طايح بقيت كندفع بيدي وكنرجع اللور شويه، لان رجلي كنحس بهم فحال فشلو، ما قديتش نجري. كنشوف هذاك الطفل قرب ليا بواحد المسافه وجاي عندي، وهذاك الطفل وجهه بشع بزاف، وانا باقي كنتفكرو. كان طفل ولابس واحد الفوقيه فحال كحله وعينيه بيضين، ما عندوش المومو كحل فحال البشر. انا هنايا صافي حبست، ما قديتش نبقى نفكر ولا نمشي نشوف جهته، وليت كنتسناه صافي قرب ويأذيني، لاني ما قديتش نبقى نشوف فيه بزاف. تخيلوا معايا اخوتي كنت باغي غير نقرا القران، ما قديتش نقرا القران، ما قديتش، كنحس براسي ما قادش. وهداك الطفل كيشوف فيا بديك النظرات ديالو اللي كانت قاتله ومرعبه بزاف، خلت لي واحد الاثار في قلبي الى يومنا هذا، رغم ان داكشي الحمد لله فات فضل الله. المهم هو كيقرب ليا، حاولت نوض بجهد الله وكملت الجري ديالي، كملت اللي تيخرج لواحد بيست قدامي.
المهم ملي خرجت من داك البيس قدامي، هي ماشي كانت طريق، ولكن اللي كان مهم بحال داك الطرقان اللي تيكونوا في العروبيه، تيكونوا متراصين بالحمري وداكشي. المهم خرجت تمايا، بانت لي واحد الجماعه ديال الرجال اللي مشيت عندهم. لحسن الحظ انا ديك الجماعه ديال ديك الرجال وقف بهم الموطور ديالهم اون بان في هذيك الطريق. مشيت عندهم تنجري، طلبت منهم المساعده باش يعتقوني من داك الدري الصغير، وهما تبعضوا ملي شافوني انا في هذاك الوقت وفي هذيك البلاصه. هذوك الناس بقاو كيشوفوا فيهم بوضين، لان واحد الانسان خارج من المقبره مع 12 ونص، هما تخلعوا كيسحبوني شي حاجه اخرى، انا ماشي بشر. بقاو تيقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيسحبوني انا جن ومسيف صيفط انسان. المهم علاش فسرت ليهم شنو طرا ليا، وقلت لك كنت معروض على واحد صاحبي ودزت من داك الطريق واختصرت ليهم وقلت لهم بالله راه خرج لي واحد دري صغير من المقبره، هاكين وهاكين وهاكين، عاودت لهم كلشي. قالوا لي بالله راه عندك الزهر فاش ما قلتلكش، هذاك راه هو حارس القبور. عرفتي اخوتي ملي قالوا لي حارس القبور، ما كذبش عليكم، عيني غرغروا ولحمي يشوك، لان الله نجاني من هاد المعضله اللي كنت غادي تخطر عليا. قالوا لي شحال ديال الناس كنقتلهم وتسبب في القتيله ديالهم، وشحال من الناس تما لقاوها ميته بسبب هداكشي. قال لي بلي راه هداك راه حارس القبور وتسيف لك سيفه ديال الدري صغير. قال لي هو كان دابا بغا غير يخلعك، قال لي مكاين شي ناس اللي قتلهم، قال لي ربما انت كنتي محصن وموضي وهادي. قلت انا راني كنصلي ومداوم على الصلاه. قال لي والحمد لله ملي انت كتصلي، قال لي يا ربي نجاك منه. قالوا لي دوك الناس واش جابك في هاد الطريق دوز منها كاع انت في هاد الليل، راه صعيبه وبزاف الناس ماتوا، وبزاف الناس شافت شي حوايج اللي سطاتها خلاتها تسطات. كاينين الناس اللي سطاتهم، كاينين الناس اللي خرج ليهم الحارس ديال القبور، خرج لهم في واحد الصفه اخرى اللي ما تقبلاش العقل ديالهم وفقدوا الذاكره ديالهم ليومنا هذا. قالوا لي بالله الاخير الطريق هي اللي دزتي منها. قال لي حنا كنسكنوا هنا عمرنا ما نزلنا منها، خنعرفوا نطوروا الطريق من اي جهه وما ندوزوش من الطريق، لان بزاف الحوايج كيطراو فيها جد مرعبين وخايبين اللي تسبب الناس بزاف الاضرار. المهم تاني انا كتكون سالة القصه، وكنحمد الله لانني دازت بخير وعلى خير هاد الطريقه هادي، ورغم انني شفت هذيك الصعوبات وخفت وحسيت برجلي يفشلوا، انما الحمد لله قديت نبقى صامد وواقف ونواجه هذاك المخلوق الحمد لله اللي تخرجت من داك المقبره. ومن تما حلفت عمري ما ندوز من داك الطريق، صافي اتخذت القرار ديالي. وعاودت الصديق ديالي شنو صرا ليا في داك الطريق. المهم اخوان، ما تنساوش تدعمونا بواحد لايك واشتراك تشجيعا للقناه، والقادم اجمل، وشكرا لكم.